جامعة. تمام. ودور الجامعة. تمام. جامعتنا المصرية يا سيدي الفاضل، الإمام علي كرم الله وجهه ليه مقولة جميلة أوي. نعم. لا تأخذوا العلم عن الصحافين. قالوا ومن الصحافون يا إمام علي؟ قال الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به. من وجهة نظري انصلاح منظورنا أو مؤسستنا الأكاديمية لن يتحقق إلا بربطها بالواقع. انت تجد كثير من الساذة الأكاديميين يطلعوا لابسين جرافطات شيك قوي وبدل غالية قوي وحاجات جميلة، كلام جميل قوي، ويتكلم يقول لك ربط السياسة وربط التعليم بالواقع، وتروح تبص يا سيدي الفاضل تلاقي مناهج بقالها أكتر من 60 سنة كما هي عليه الآن. انت فاهم ازاي؟ يكلمك عن احتياجات سوق العمل واحتياجات مش عارفه ايه، واخد لي انت بالحضره، وتجد انفصال تام بين النظريه والواقع. انت فاهم ازاي؟ تجد ان انت برضو غير قادر للمحافظه على مكاسب واهيه في ذهن سعادتك، تتكلم وتتمسك بسلوجن كبير كده اسمه مجانيه التعليم. في حين لما تيجي تدور في مجانيه التعليم تجد تكلفه دروس خصوصيه، انت فاهم ازاي؟ تجد تكلفه كتاب جامعي، واخد لي انت بالحضره، تجد ان كل الكليات العامه الان بتنشئ اقسام خاصه بمصاريف. طب ما تواجه المشكله، طب ما تتكلم بصراحه. انا غير قادر على التعليم المجاني، انت فاهم ازاي؟ وان التعليم المجاني سوف يكفل للمتفوقين او للحاصلين على البعثات الداخليه من الجهات التي سوف توظفهم. طب ما تروح تسال مؤسسه العمل، انت النهارده في كليه التجاره مثلا، انت فاهم ازاي؟ عندك خريج التارجت بتاعه انه هيشتغل في مؤسسه ماليه، سواء بنك، واخد لي انت طبعا حضرتك، او قطاع ضريبي، او قطاع بورصه مثلا. يا بورصه انت عايز ايه يا بورصه عشان تطلعي خريج خبير؟ يا بنك انت عايز ايه يا بنك عشان تطلع خريج خبير؟ يا مؤسسه ماليه انت عايزه ايه عشان تطلعي كذا؟ انت فاهم ازاي؟ ببساطه خالص ربط بين الواقع، انت فاهم ازاي؟ وما مطبق على ارض الواقع وبين المؤسسه الاكاديميه. هكذا يا سيدي الفاضل تحدث التوأمه. زي ما بقول يا ميه، انا عندي تحدي ميه. انا النهارده مصر على سبيل المثال دوله عندها 5 ريفينيوز او مصادر 5 للدواخل الاساسيه، على راسها السياحه. انا على سبيل المثال وبتكلم على مياه نهر النيل وبتكلم على نهر النيل. روح شوف سعادتك كده كورنيش نهر النيل بيحصل فيه ايه، انت فاهم ازاي؟ روح شوف سعادتك كميه الاهدارات، واخد لي انت بال حضرتك لهذه المياه. انت ما عملتش الواجب بتاعك يا سيد ابراهيم. لما تعمل الواجب بتاعك الاول طالب الاخر ان هو يقدم لك، واخد لي انت بال حضرتك الواجب اللي عليه. انت فاهم ازاي؟ كنت بكلمك في داخل السياحه، انت فاهم ازاي؟ هل عندك مؤسسات اكاديميه بتقدم خريج سياحه، واخد لي انت بال حضرتك، انت فاهم، مؤهل لسوق العمل؟ على الاطلاق. خبراء السياحه سعادتك يا اما اتعلموا بره يا اما خدوها بالفطره من الشارع، واخد لي انت بال حضرتك للاسف. هذا الانفصال بين المؤسسه الاكاديميه وبين الواقع. انا النهارده سعادتك بيقابلني تحدي. انا على سبيل المثال بكلمك على المستوى الشخصي، لما اجي ادرس للطالب، واخد لي انت بال حضرتك، ما يحتاجه سوق العمل، يقول لك لا ده مش دي الخطه ولا ده الكونتنت ولا ده المحتوى التعليمي المتفق عليه والمتبع، واخد لي انت بال حضرتك. يا فندم الاقتصاد قائم على ميزه اساسيه اسمها الميزه النسبيه. يعني ايه؟ يعني انت بتلعب قطن، اشتغل قطن، انتج قطن بسعر رخيص، واخد كذا. اليابان لما انطلقت والصين لما انطلقت بنموذج اقتصادي جميل قوي. قالت لك الاوز الطائر. يعني ايه؟ يعني انا هقلد، لان زي ما قال برضو زميلي، واخد لي انت بال حضرتك، ان استيراد العجله وتطبيقها اسهل من اختراعها. انت فاهم ازاي؟ هقلد واطور، وده نمطي وده شكلي، ليا هويه، ليا طعم. لازم اتفق الاول انا طعم ايه؟ انا طعم ايه؟ دلوقتي انا لازم اقول انا طعم ايه؟ واحد، انا زراعي. الاول لازم اقول انا زراعي ولا صناعي ولا سياحي. انت فاهم ازاي؟ ما ينفعش ابقى كله، ولازم يبقى لي اولويات. زراعي يبقى هشتغل زراعه، يبقى اشتغل مشاريع قوميه، واخد لي انت بال حضرتك لانشاء وادي جديد. انت فاهم ازاي؟ يبقى اشتغل دعم فلاح، يبقى هركز على 5 تارجت اساسي، منتج اساسي اتميز فيه. هكذا تعاملت البرازيل، واخد لي انت بال حضرتك، اشتغل فيه واركز فيه. سياحي يبقى هنعمل اولويتنا مشروع قومي لتنميه السياحه، بحيث ان التارجت بتاعي بدل ما يبقى 12 مليون سائح في السنه او 15 مليون سائح، لا ده انا عايز اوصله عشان ينافس